السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنى هاد الفيديو يلقاكم باحسن الاحوال ان شاء الله. اليوم بغيت نحضر معكم هاد الكيك كيجي رائع اقتصادي وناجح 100%. فخليكم معايا حتى لنهايه الفيديو باش تعرفوا جميع على المكونات وطريقه التحضير. غادي ناخذ واحد البول ولا واحد الاناء، غادي نوضعوا فيه 3 ديال البيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ، وغادي نضيفوا ليهم كاس ديال العنبه من السكر سنيده. تقدروا انكم تنقصوا الحلاوه اولا تزيدوا على حسب الذوق، وغادي نضيفوا واحد الرشه ديال الملح، راس معلقه صغيره ديال الملح. صافي من بعد غادي نطربوا هاد العناصر هادو مع بعضياتهم بواحد الخلاط كهربائي اولا بخلاط يدوي اللي بغيتو. كنبقاو كنخلطوا هاد العناصر هادو مع بعضياتهم حتى غادي تحول لنا اللون ديال صفر البيض الى لون اللي كيكون الصفر ديالو فاتح. كما كتشوفوا حنا كنطلعوا بالباطور والحجم ديال البيض ديالنا كيتضاعف واللون ديالو كيولي كيمل لنا اللون الابيض. صافي من بعد غادي نضيفوا واحد رشه ديال الفانيليا، ومن بعد غادي نضيفوا 80 ملل من زيت المائده، الكاس اللي عبارت به الزيت واللي عبارت به السكر، وواحد الكاس ديال العنبه ديال عصير البرتقال. ومن بعد غادي نخلطوا هاد المكونات هادو مع بعضياتهم. بالنسبه لعصير البرتقال فنحتاج 100 ملل، يعني الكاس ديال العنبه عامر بعصير البرتقال. من بعد غادي نضيفوا 300 غرام ديال الدقيق اللي غادي نضيفوها على شكل دفعات، ما غاديش نضيفوها في دقه واحده، كنبقاو نضيفوا بشكل تدريجي كما كتلاحظوا. وحنا كنضيفوا حنا كنحركوا من الاسفل نحو الاعلى حتى غادي يتخلطوا لنا هاد المكونات هادو مع بعضياتهم، وكنحصلوا على واحد القوام اللي كيكون كريمي. ومن بعد غادي نضيفوا خميره الحلويات بوزن 16 غرام. تقدروا تضيفوا جوج ديال لي ساشي ديال خميره الحلويات بوزن 8 غرام 8 غرام. صافي من بعد غادي نخلطوا هاد العناصر هادو مع بعضياتهم حتى غادي يندمجوا لينا. وهنا من بعد ما كنتهيو كناخذوا المول اللي غادي نوضعوا فيه هاد الكيك، كندهنوا بالزيت اولا بالزبده ونرشوا فيه الدقيق، ومن بعد كنصبوا الخليط ديالنا بهذه الطريقه هذه. في هذه الاثناء كنكونوا شاعلين الفرن ديالنا على درجه حراره اللي كتكون متوسطه من الفوق ومن التحت. صافي من بعد كندخلوا الكيك ديالنا اولا المول ديالنا للفرن على درجه حراره اللي كتكون ما بين 180 و 160 المده ديال 20 دقيقه حتى 25 دقيقه. كتبقى الطريقه ديال الطهي ديالو على حسب نوع ديال الفرن. صافي هنا من بعد ما خرجت الكيك ديالي دوزت المده ديالها كما كتشوف كتجي محمره وكتجي غزاله وكتجي مفشفشه البنات. هنا غادي ناخذ واحد الكيردو باش نتاكد بلي الكيك ديالي راها طايبه من الداخل. كما كتشوفوا الكيردو كيخرج لينا ناشف. صافي دونك الكيك ديالي راها طايبه. هنا غادي نحضر معكم السيروم. عندي كاس ديال عصير البرتقال وكاس من هذا العصير هذا ديال الجزر. كما كتشوفوا تقدروا تعوضوه باي عصير متوفر عندكم في المنزل. ومن بعد غادي نضيفوا معلقه صغيره ديال السكر. تقدروا تستغنوا على هذه المرحله هذه الا ما بغيتوش يكون السيروم ديالكم حلو بزاف. صافي من بعد ما كنخلطوا هادشي مع بعضياته وغادي نسقيو به الكيك ديالنا. كما كتلاحظوا كتجي البنات هشيشه وكتجي فيه واحد المذاق خطير. البنات متاكده غادي تنال الاعجاب ديالكم. كتجي غزاله، تقدروا تحضروها للكوتي ديالكم اولا تحضروها للاطفال ديالكم وتعطيوها ليهم يدوها معاهم ليكول. فحقيقه كتجي رائعه وكتحمر الوجه. صافي من بعد ما كنخليوها تبرد لمده ديال 15 دقيقه ولا 10 دقائق على حسب الوقت اللي عندكم. صافي كنقلبوها مباشره في طبق التقديم. بالنسبه للتزيين فانا هنا غادي نزين بالمربى. تقدروا تزينوا باي حاجه عندكم في المنزل. فهاد الطريقه هي طريقه اللي سهله ومعتمده بالنسبه للكيك اليومي فكتجي رائعه. هنا غادي ناخذ واحد شويه ديال الكوك وكنزينوا السطح ديالها بهاد الطريقه هذه. تقدروا تخليوها بلا تزيين فحقيقه كتجي لذيذه البنات، ما تحتاجش كاع انكم تزينوها، كتجي رائعه. صافي هنا غادي نقطع معكم واحد المورسو باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيفاش كتجي محمره. واحد الريحه البنات طالعه كتشهي. انا متاكده غادي تنال الاعجاب ديالكم، غير جربوها. فهاد الكيك هذه الكيك اللي هي كيك يومي وكيك معتمد، فتقدروا تحضروه تقريبا 2 المرات هكا في الاسبوع وتوضعوها في الثلاجه فما كتضيع ما والو. فكتجي رائعه البنات. شوفوا كيف كتجي محمره، كتجي هشيشه من الداخل مفشفشه. صافي وحتى هنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. فاكيد الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم. الى اللقاء.